السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخنا. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير. اليوم رجعت لكم بزوج وصفات تاع السردين. الاولى كما راكم تشوفوا حنديروها بتتبيله بزاف بنينه وحنديروها في الفور باش نقصوا شويه من الزيوت، والثانيه اللي هي شطيحه السردين الغنيه عن التعريف بطريقه بزاف بنينه وسهله. لكن قبل ما نبداو فيديو اليوم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات بيلحقكم كلشي جديد. وبلا ما نطول عليكم ندوزو الوصفه. اول حاجه هنا عندي كميه تاع السردين كنت نقيته مليح، والان حندوز باش نحلو هذاك الشكل الداخلاني كما راكم تشوفوا. انا هاد السردين نروحو له غير بالعقل باش نحو هذاك الشوك وحده وما نحوش معاه اللحم تاع السردين. هنا عم بالي بلي كامل تعرفوا تنحو الشوك تاع السردين، لكن فقط راني ندير ملاحظات للمبتدئات. الان كي نكون نحي هذاك الشوك نحي معاه ايضا هذيك الزعنفه ونحي اي بقايا تاع الاشواك. هنا انا ايضا حنحي هذيك الزعنفه تاع الظهر. كاين اللي ما ينحيهاش لكن انا نحب نحيها باسكو نحسها بلي تجيني في الماكله. ونواصل بنفس الطريقه كامل الكميه تاع السردين اللي عندي. وهاليك بعد ما كملت كامل الكميه تاع السردين جبت هنا كميه تاع سميد رطب، وحنجوز باش نوجد معاكم التتبيله اللي حنحتاج فيها 3 ملاعق صغار تاع الزيت، يعني زيت عادي زيت نباتيه. اللي يحب زيت زيتون يقدر يستعمل زيت زيتون، يعني يكون طبق صحي اكثر. وحنضيف معاه ايضا ملعقه صغيره مملوءه تاع الثوم، يعني ما يعادل 3 فصوص تاع الثوم. ايضا نصف ملعقه صغيره تاع فلفل الكحل، نصف ملعقه صغيره تاع كمون، ملعقه صغيره تاع بابريكا، وايضا نصف ملعقه صغيره تاع الملح، وحوالي 2 الى 3 ملاعق صغار تاع عصير الليمون. وحنخلط كامل هالتوابل مع بعض مليح. اللي حاب يضيف هاد التتبيله معدنوس ولا كزبر يضيف عادي، لكن انا بصراحه ما نحبش نبدل بزاف الكو تاع السردين. كنت وجدت سنيوه حطيت فيها بابي كويسون، وحنجوز باش نتبل هاد السردين. اول حاجه نجيب حبه تاع السردين نديرلها مليح التتبيله من الداخل كما راكم تشوفوا. بعدها نجيب حبه ثانيه ونغلقها بها، وندير لكلا الوجهين هاد التتبيله باش يخرج لي الوجه شباب وايضا حمر. وراح نكمل كامل كميات تاع السردين بنفس الطريقه، يعني نجيب حبه تاع السردين ندير لها هذيك التتبيله مليح من الداخل، ونغلقها بحبه اخرى، وندير لكلا الوجهين هاد التتبيله ونحطها في سنيوه. حنكمل كامل حبات بنفس الطريقه ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. الان بعد ما كملت تبلت كامل هذاك السردين حنجوز نرمدو في السميد الرطب اللي كنت وريته لكم من قبل. بعد ما نكمل رمد كامل هاد السردين ندخلو الفرن كنت شاعلته مسبقا، نخليه يطيب من الجهه الاولى، بعدها نقلبه على الجهه الثانيه ونخليه ايضا يطيب ويتحمر. ونجوز الان باش نوجدو شطيطها سردين. في هنا في طنيجره حنحطو من 2 الى 3 ملاعق كبار تاع الزيت، حنحطو عليهم ملعقه صغيره مملوءه تاع الثوم، وحنقليو شويه هاد الثوم مع الزيت. بعدها حنضيفوا عليهم حبة طماطم كنت رابيتها في الرقيق كامل، وحنقلي كامل هاد المكونات مع بعض.
الان بعد ما قليت مليح هذيك الطماطم والثوم حنضيف عليهم ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره. ايضا حنضيف لي زيبيس اللي هما نصف ملعقه صغيره تاع ملح، نصف ملعقه صغيره تاع بابريكا، وايضا اقل من نصف ملعقه صغيره تاع كمون، واقل من نصف ملعقه صغيره تاع فلفل كحل. هنا اذا كانت عندكم كميه تاع السردين كبيره ضعفوا الكميات. هنا انا عندي فقط كميه صغيره تاع السردين. حنخلي كلش يتقلب مع بعض مليح. بعد ما قليت كامل هاد المكونات مع بعض مليح نضيف ورقه صغيره تاع الرند. الان بعد ما قليت كامل هاد المكونات مع بعض مليح حندوز باش نمرق. هنا اول ما تغلي لي هاد المرقه حنبدا نضيف في السردين. نحطو السردين تاعنا هكا كيما راكم تشوفوا غير بالحبه. هنا بعد ما نكمل نحط كامل السردين نغلق عليه ونخليه يطيب على نار متوسطه. نخليه يطيب مليح وما نحاولش نخلطه كامل باسكو اذا خلطته راح يتكسر معايا. وهم ليك زوج وصفات تاع السردين راهم حاضرين معنا. الوصفه الاولى اللي كانت سردين في الفرن، يعني هاد السردين جا بزاف بنين مع ديك التتبيله، ما جاش فيه كامل الزيت، وايضا جا بزاف طري. الوصفه الثانيه اللي هي شطيطحه تاع السردين، جات لي يعني المرقه خاثره، جات بزاف بنينه، ننصحكم تجربوها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وان شاء الله تجربوها. واذا عجبتكم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات بيلحقكم كل شيء جديد، وتخلوا لي احلى تعليق باش تشجعوني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى وصفه جديده ان شاء الله.